دي هاعلّمك فيها إزاي تعمل دخل محترم. الاستراتيجي دي الوحيدة اللي هتخلّيك تعرف تطبع فلوس في أقل وقت ممكن. ركّز معايا للآخر، لإن الطريقة دي شغّال عليها بقى لي 3 سنين ونُص، محقق منها أرقام خيالية. تعالَ مع بعض نعرف إزاي نبيع منتجات رقمية. يعني إيه منتج رقمي الأول؟ يعني منتج غير ملموس، ولا مثلًا أتعاقد مع شركات شحن، ولا حتى في مرتجع، ولا الكلام ده كله، ولا استوكات بتخلص، ولا أي حاجة. منتج رقمي بيتباع مليون مرة، زي برامج، أدوات. منتج رقمي زي ملف، زي مكتبة إلكترونية، الكلام ده كله ده اسمه منتج رقمي، أو حتى e-books أو اللي هو كتاب رقمي. طيب تعالَ نتكلم مع بعض إزاي إن إحنا نعرف نعمل دخل قوي جدًا من غير إعلانات أو من غير دوشة رأس المال العالي اللي هو بيقول لك $200 و$500 والأرقام الضخمة. طيب أول حاجة إحنا محتاجين منتج رقمي، ده مهم جدًا. بس قبل المنتج الرقمي إحنا محتاجين نعمل store. ليه store؟ أول حاجة، نفترض إن أنت دلوقتي عايز تبيع منتج، لسه العميل هيتواصل معاك ويقول لك الدفع إزاي؟ لأ، المتجر ده مهمته إن حضرتك بكل بساطة بتحط المنتج الرقمي على المتجر، وبعدها العميل بيشتري منك، وبعدها المنتج ده بيروح له على طول من غير اي تواصل مباشر بينك وبين العميل. طيب المتجر الالكتروني اعمله ازاي؟ تقدر تعمله على متجر نظم لي، او ممكن تعمله على ايزي اوردر، او ممكن تعمله برضو على BVIP. الموضوع هيبقى معقد شويه، لكن احنا بنقدم الموضوع ده بسعر قليل جدا طبعا. طيب المنتج الرقمي، هتقول لي ازاي اعمل منتجات رقميه؟ هقول لك ببساطه، ممكن تخش على تشات جي بي تي تقول له انا عايز اعمل كتاب مثلا، وتخصص النيتش بتاعك مثلا ان والله انا عايز اعمل كتاب في مجال التسويق، وهو هيبدا ان هو يعمل لك الموضوع ده. هتخش بعدها على شات جي بي تي وتبدا ان انت تعمل المنتج ده. ولكن لو عايز منتج جاهز سريع زي قوالب مثلا للمصممين او ايا كان، او برامج حتى، نقدر نوفره لك بسعر قليل وتبدا تبيعه بسعر اعلى بكتير جدا. تمام. طيب لو قلنا مثلا ان انا وفرت لك قوالب تخص المصمم، تقدر تبيعه لمين؟ بكل تلقائيه مين اللي هيحتاج قوالب سريعه يقدر يصمم عليها؟ اكيد طبعا المصممين او المبتدئين اللي لسه بيبتدوا ان هم يتعلموا، او كليات الفنون الجميله انهم بيدرسوا برضو الجرافيكس. فدي حاجه مهمه جدا ان انت تعرف هتبيع ايه ولمين، علشان خاطر تعرف تتارجت العميل الصح او تعمل الباير بيرسونا بشكل كويس. طيب لو جينا هنا قلنا ان احنا هنبدا نعمل بيجز على انستجرام، وهنعمل على سناب شات، وهنعمل على برضو تيك توك. طيب ليه المنصات دي؟ لان انا بستهدف جمهور هبدا ابيع له بالدولار، مش بالجنيه المصري او حتى بعمله بلدك، لا بالدولار هيبقى افضل. طيب مين ممكن يشتري مني على سناب شات وعلى تيك توك وعلى انستجرام؟ ممكن مصريين، جزائريين، مغاربه، ممكن اردنيين، ممكن ناس بره مصر عادي جدا، او بره الوطن العربي زي امريكا، زي استراليا، زي مدن او دول اوروبا. تمام. طيب لو احنا ركزنا على سناب شات، يبقى انا كده بستهدف دول الخليج، بالذات السعوديه والكويت. انما هنا لو انستجرام، جمهور كبير جدا، ولكن جمهور شباب، يعني مستعد ان هو يدفع لك لانه هو فاهم يعني ايه منتجات رقميه. طيب لو جينا هنا على تيك توك، يبقى انا بستهدف جمهور كبير جدا جدا جدا، وده الافضل طبعا هو في انستجرام. طيب هنقول ان احنا عملنا المتجر الالكتروني. طبعا قلت لك ان انا مستعد اعمل لك النظام ده بشكل كامل، باقه احترافيه جدا اسمها باقه الملوك الاقتصاديه، في طبعا كورس كامل بيعلمك الكلام ده. طيب لو جينا قلنا ان احنا هنضيف في البايو لينك المتجر بتاعنا، بحيث ان احنا هننزل كونتنت هنا في التسويق بالمحتوى، ان انا هنزل كل يوم ريلز، وهنزل بوست، وهنزل كاروسل. يعني ايه؟ يعني انا هنزل ريلز بتكلم عن المنتج الرقمي، ازاي ان هو يقدر يساعده، وابدا ان انا اتكلم عن المشكله اللي بيواجهها الجرافيك ديزاينر ده، وابدا ان انا اقول له ان عندي الحل انك تقدر تعمل ديزاينز بسرعه. وطبعا انت بتقول ان انت بتستهدف دلوقتي المصممين والمبتدئين والكليات اللي هو الفنون الجميله. فلو قلنا ان انا بستهدف المصمم اللي بيشتغل كتير، فهو عنده خبره بس هو ما عندوش الوقت انه يفضل يعمل ديزاينز كتيره، فانا ممكن اوفر له القوالب، وهو طبعا هيشتريها لان انا حلت له المشكله دي. طيب المبتدئين، طبيعي واحد مبتدئ مش عايز ان هو يجازف يبدا يتعلم ياخد وقت كبير، فبقول له عندك قوالب جاهزه هتخلي البورتفوليو بتاعك كويس جدا، هتخلي نفسك بتعرف تصمم بشكل اسرع بدل ما تتعلم وتضيع وقتك. طيب انت هنا عرفت ان انت تحل مشكله للعميل، او توجه له مشكله وتحلها له من خلال المنتج اللي انت بتبيعه، او البرودكت او الديجيتال برودكت اللي انت بتبيعه. طيب عندك هنا بوست بتتكلم عن مميزات بتاعه المنتج اللي انت بتتكلم عنه. كاروسول بتحكي له قصه عباره عن 10 صور كلها متتاليه، وهو بيعمل سواب كده، هي دي اسمها الكروسول. ده طبعا مهم جدا جدا جدا. احنا كده شرحنا 3
طرق. طيب في الاخر خالص الكاستمر او مرحله البيع، العميل لما يشوف عندك ستور، عندك منتج جاهز، عندك طرق الدفع الجاهزه. طبعا انت هتقول لي طرق الدفع ازاي؟ هقول لك من خلال المتجر اللي احنا بنعمله لك، بنوفر لك طرق الدفع في كل انحاء العالم او في جميع انحاء العالم. طيب هنيجي نقول ان العميل شاف كل الكلام ده، طب لو انت قلت له ضمان استرداد المبلغ، ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا هو ما عندوش اي خوف، بيبدا ان هو يشتري منك بكل تلقائيه. طيب عندي هديه قويه جدا، لان طبعا مش انت لوحدك اللي بتبيع منتجات رقميه، في ناس كتيره جدا وعندك تساؤل. انت اكيد بتقول ان انا عندي منتج رقمي، اكيد غيري عنده منتج رقمي، فالمنافسه هتبقى شديده. فانا بقول لك ان طبيعي منافسه شديده، بس انت هتبقى متميز لانك عندك قيمه زياده عن القيمه اللي انت بتقدمها. طيب عندك ريفيوهات موثقه. طيب يعني ايه ريفيوهات موثقه؟ يعني انا دلوقتي جيت قلت لك المنتج بتاعك ده جميل جدا، فواحد تاني شاف الكلام ده، فهيعمل ايه؟ فبكل تلقائيه ان هو هيبدا يشتري وهو مطمن، لان هو عارف ان انت شخص موثوق منك والمنتج بتاعك كويس جدا. فاذا انا كده حليت مشكله ان هو خايف، وكمان اديت له الثقه ان انا اقدر استرد لك المبلغ اللي انت دفعته مره تانيه. طيب عندك كمان هديه، فدي حاجه كويسه. طيب ايه هي الهديه؟ ممكن توفر له هدايا تانيه كتير جدا، وطبعا هنبدا نتكلم عليها قريب ان شاء الله. الخطة المجانية طبعا محتاجة وقت أطول، معاناة في البدايات، لأن طبعا مش أي حد هيشتري منك بسرعة. طيب سيستم الملوك طبعا بتوفر لك متجر إلكتروني كامل، بوابات الدفع علشان كله يدفع بدون أي مشكلة، وعندك كمان منتجات رقمية جاهزة للبيع، تقدر تبيع مليون مرة من غير أي مشكلة. محاضرتين عن البيع بعلمك ازاي ان انت تسوق للمنتجات دي، وازاي ان انت تعمل كونتنت بشكل كامل. عندك جروب متكامل لو عندك اي تساؤل او اي مشكله، فالموضوع طبعا بيبقى معاك بشكل كامل. طيب طبعا سعر الباقه دي 999 جنيه او 25 دولار لو انت بره مصر. سيستم الملوك الشامل بتوفر لك متجر الكتروني، منتجات وينر كلها رابحه، تقدر ان انت تبيعها بكل بساطه. تدريب كامل لايف بطلع معاك لك ازاي تعرف تبيع من الالف لحد الياء، يعني كمان ان انا بقدر اتابع معاك، وكمان بيبقى في مساعده من طرف التيم اللي بيشتغل معايا اوريدي كمان في المنتجات الرقميه. طيب عندك كمان ادوات بقيمه اكتر من 550 دولار، اللي هو تشات جي بي تي، وعندك كاب كات، وعندك كانفا برو، وعندك كمان اكتر من 9 مليون منتج رقمي رابح. كل ده مش بس كده، ومش بس كده، كمان بيبقى معاك كل طرق البيع، وكمان بعرفك ازاي تقدر تشتري برامج مشهوره زي تشات جي بي تي، وازاي تقدر تبيعها بسعر قليل جدا، وده اسمه الدخل الذكي. فكل الطرق دي طبعا مؤهلين لسوق العمل وانك تقدر تشتغل، ولكن الطريقه دي ممتازه جدا 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 لو حابب تبدا، والطريقه دي لو انت عايز تخلي فعلا الموضوع بشكل كامل ومكتمل. طيب في كل الطرق عامه بتوصل للنتيجه اللي انت شايفها قدامك دي. فالموضوع طبعا قوي جدا جدا جدا، ودي احصائيه في خلال اكتر من 3 سنين ونص بشتغل في الموضوع ده، والحمد لله بحقق مبلغ كويس جدا جدا جدا. وانت كمان تقدر تحقق المبالغ دي. لو احتجت مساعده او احتجت اي باقه من دول، تقدر تتواصل معايا، هسيب لك لينك في الديسكربشن، تبدا ان انت تتواصل، وان شاء الله تبقى بدايه كويسه جدا.